قال ربنا سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه وصية ربنا سبحانه المجملة، وفصلها أيضا في آيات. قال ربنا سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. قال ربنا سبحانه: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وصية ربنا سبحانه: واتق الله. فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل إلى ماذا؟ وصل إلى محبة الله، إن الله يحب المتقين. وصل إلى معية الله واتقوا الله. الآن ممكن وعلى أحسنت واعلموا أن الله مع المتقين. هذه مزيان. يصل إلى تفريج الكرب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتيسر لك الرزق من حيث لا تحتسبه ويرزقه من حيث لا يحتسب. تصل إلى جوار ربك سبحانه، إن المتقين في جنات ونعيم. هذه كلها ثمرة التقوى. واتق الله أحسن ما يوصى به، أحسن ما يتواصى به. تفضل. السلام عليكم. ليس من يقطع. وانتبهوا إلى قوله رحمه الله: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ، لتفهم أن محل ظهور التقوى القلب. هذا موضع التقوى، وهنا تتجلى التقوى. ليست التقوى منظرا، ليست التقوى كلمات يظهر عليك مظهر المتقين، لا يسلك كذلك لزاما في قرن المتقين. تتكلم بكلام المتقين، كلما قيل لك ما شاء الله سبحان الله بارك الله فيك، كلام المتقين لا يدخلك ذلك في زمرة المتقين. ها هنا التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا. ها هنا يعني هذه اسم الإشارة يقيد الموضع المشار إليه. التقوى ها هنا، ليست ها هنا، ليست ها هنا، ليس ها هنا. التقوى ها هنا. نعم. ولذلك يا إخواني لا تحكموا على أحد بتقوى ولا بعدم تقوى. ترون منه سمتا يدل على التقوى فتقول فلان ما شاء الله، فلان من كذا، من الصالحين ومن المتقين، ونراه في المسجد ونراه في الصف الأول. لا تشهد لأحد بما لا تكلف شهادة به له. قل أراه في الصف الأول، أراه في المسجد، أراه كذا، تشهد بما ترى. أما تقول من الصالحين لأني ترى، رؤيتك إياه ها هنا لا يلزم منها، ليست نتيجتها المنطقية أن يكون من الصالحين، كما أن عدم رؤيتك إياه هنا ليست نتيجتها المنطقية أن لا يكون من الصالحين. ربنا سبحانه له أشياء يستغرب لها الناظر المتأمل. رأيت مرة كنت في بلاد مسافرا في الطيارة من مدينة في تلك البلاد إلى مدينة أخرى، فصاحب لي بجانبي من أهل تلك البلاد، من أهل الحيثيات، كان هو في ذلك الوقت نائب وزير الأوقاف، فجاء سلم عليه كيف تسمونه؟ أسكن؟ لا، رئيس المضيفين، كيف تسمونه؟ ها؟ لا، هذا كابتن الذي يقود الطائرة. المضيفون هؤلاء الذين يخدمونكم في الطيارة، كبيرهم الذي لم يعلمهم السحر
جاء سلم على صاحبنا، فسلم. لما انصرف قال لي صاحبي، قال يا شيخ تدري ماذا يصنع هذا الإنسان؟ حليق. إذا رأيته تقول هذا يمكن يصلي، واحد من تقتحمه عينك، أقول لك حليق. والحليق في أذهان كثير من الناس طبعا بناء على بعض الكلام الفقهي، هذا من الفاسقين، وأحيانا يراه من شر الفاسقين، وأحيانا ومن الناس من يراه هذه في حاشية الإسلام، بقي تنفخه تخرج برا. فقلت ترى هذاك الشيخ، قلت ماله؟ قال تدري ما يصنع؟ قلت ماذا يصنع؟ قال هذا الإنسان ممكن يعمل يومين في الأسبوع ويجلس يوما، لهم عدد من الساعات هؤلاء، إذا طار هذه الأعداد من الساعات كملها لابد أن لا يطير هذا العدد من الساعات، هذا نظام العاملين في الطيران. قال في يوم عطلته يذهب إلى المزارع عند أصحاب الكباش والخراف، يشتري منهم الصوف. قال فيدور حتى يجمع صوفا كثيرا جدا. قال ثم يصنع به الصمغ، السمق نسميه احنا السمق، أو السمخ هو المداد الذي يكتب به الطلبة عندنا في الألواح عندما يكونون يحفظون القرآن، يكتبون بهذا، يعني هذا الذي نسميه هذا المداد يسمى في دارجتنا السمغ، أو بعضهم يقول السمق، ويصنع من صوف الكباش، من صوف الجانب الذي تتمرغ عليه وتبيت عليه، يعني يصنع، تضرم يجعل في برميل ويصب عليه بعض الماء وتوقد النار تحته، عملية طويلة لإخراج شيء من المداد، فإذا كتب به في اللوح لا يزول، لا بد من غسله بالماء. وطبعا الجبل الكبير من هذا الصوف ربما يخرج لك قارورة أو قارورتين من المداد. قال فيجمع حتى إذا جمع مدادا كثيرا طاف به في كتاتيب القرآن، يملأ للناس للطلبة تلك الأدوية. يقول هؤلاء الطلبة لا وقت لهم ولا وقت لشيوخهم أن يذهبوا هم في البحث والشراء والصنع وكذا، فهو يكفيهم هذا. بقيت مستغربا، قل سبحان الله، هذه الحسنة التي تحتاج لتصلها أن تسلك دروبا، من يهتدي إليها؟ من يهتدي لهذا؟ أنت ما عندك هذه الفكرة أصلا. وهذا الإنسان شوف، وإذا رأيته ما ترى شيئا. أنا مرة زمان كنت في القطار، كنت في ذاك الوقت أحفظ الشاطبية لأنه ما نقرأ القراءات وكذا، فأنا جالس وبجانبي إنسان، هذا الإنسان سروال قميص كيف ماذا تسمون هذه؟ نص كم، ولكن نصف كم ونصف جثة أيضا. فشوية قال لي ممكن أنظر في كتابك هذا؟ استغربت أنا سؤاله، أنظر فيه، تفضل. فقرأ فيه شوية، قال هذا أليس مثل وزن قفا نبكي من ذكرى حبيب المنزلي؟ قلت بلى، هو وزنها من طويل كلاهما. قال هذه، قلت هذه قصيدة الشاطبي، حرز الأماني. الحجاب أنت، لكن نحن محبوسون في تصورات عندنا غير مبنية على استقراء أحوال الناس والنظر فيهم. ولذلك من كثرت رحلاته وكثر اطلاعه على أحوال الناس والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأعرافهم وعوائدهم، لانت جوانبه للناس وقلت خصوماته واتسعت مداركه، وصار يعذر ويفهم ويقول لعل ولعل يبتغي للناس الأعذار. ومن لم يفارق أهله ولزم رحله هذا يكاد لا يعذر أحدا من العالمين، ويرى أن الذي ينبغي أن يكون عليه الناس أكتعون أجمعون هو ما عليه هو وأهل بيته. وهذا من كيف يسعى في جنون من عقل، هذا أخو الخمر، هذا التفكير يزيل العقل. نعم، هذا الذي لماذا قلت لكم هذا الكلام؟ لأنه قال هو فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ. ترى إنسانا يقرأ عليه القرآن عيناه تذرفان بالدموع، تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أحوال الناس،
يضطرب قلبه ويبكي تبكي عينه. إذا قلت له هناك أرملة وهذا طالب علم وهذا كذا، تراه يسعى بالقليل الذي عنده. وترى إنسانا عليه سمت المتقين ويتكلم بكلام المتقين ولا تجد عنده نفعا، ولا تجد له اضطرابا، ولا تجد عينه، ولا تجد لعينيه دموعا، ولا تجد. كم كنا نرى من عوام العجائز من الرجال والنساء ولا يفوتون قيام الليل ولا يفوتون صيام الاثنين والخميس. والله يا إخواني أعرف منهم رهطا، رجل كبير سن ولا يفوت اثنين والخميس، وهذا شأنه منذ سنين. وطلبة العلم والعلماء والدكاترة يدرسون هذا لطلبتهم، لا يصوم اثنين ولا خميس. يعني هو سعيد إن صام رمضان، بعد رمضان لا تخاطبه حتى عرفة كذا، جاءت السبت، عرفة جاءت السبت، هو يترصد للسبت، جاءت في عرفة جاء فيه كذا، إذن لا نصوم. العوام وتجدون فيه من الإقبال على الخير وعلى الدين وعلى الديانة ما لا تجدونه في طلب العلم، في طلبة العلم. لماذا؟ النحاة عندهم شيء يسمى اللامة المزحلقة، زحلقت، كانت تكون في المبتدأ فزحلقت إلى الخبر. هذه التقوى المزحلقة كانت ينبغي أن تكون في القلب فزحلقت إلى الثياب. طبعا ليس هذا شأن الجميع، الخير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع، ولكن شأنها هذا شأن كثير.